خبر مقدسي جزائري سعودي. مشجعو كرة قدم جزائريون رفعوا لافتة تجمع وجهي الملك سلمان والرئيس ترامب بوجه واحد، وتحتها عبارة وجهان لعملة واحدة، بالإضافة إلى عبارة البيت لنا والقدس لنا. هدد السفير السعودي بالجزائر سامي الصالح باتخاذ إجراءات بحق الفاعلين بالملعب، وتهديد السفير أخذ على محمل الجد. ويتخوف الجزائريون الآن من إصدار ألبومين: قولوا للجزائر أعلم الجزائر. سعادة السفير، أنت ترفض سياسة ترامب مثلا؟ من وين لوين؟ هذا الجمهور الجزائري سمع الشيخ السديس طال عمره يدعو لترامب والملك بدعاء واحد، فأيهما أقوى، اليافطة أم الدعاء؟ بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد الخطى وأن يبارك في الجهود. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أحمد التوفيق يكتشف أن مقاومة المستعمر كانت خطأ وبتحريض من الجهاديين الإسلاميين. وحيث إن الدولة وقعت تحت ضغط الجهاديين فقد كانت هزيمة نكراء. غريب هذا الكلام، غريب عن أهل المغرب. إيه؟ إمارات؟ شو خص الإمارات؟ الكلام قاله في أبو ظبي؟ أوكي، يعني عاش الجو. فيما كانت واشنطن تستعمل الفيتو في مجلس الأمن لإحباط مشروع قرار يدين اعتبارها القدس عاصمة لإسرائيل، كان أبو مازن يعلن افتراضيا ضم ولاية تكساس الأمريكية إلى المكسيك لحل الصراع القائم بين الدولتين. صاروخ التطبيع الصارخ. الباحث السعودي عبد الحميد حكيم يقول إن القدس عند اليهود تناهز مكة عند المسلمين، وانطلاقا من هذا يجب تفهم الإسرائيليين. علينا أن نعترف وأن ندرك أن القدس هو رمز ديني لليهود ومقدس كقداسة مكة والمدينة للمسلمين. أنت متأكد أنه عبد الحميد بيحكي من جدة مش من تل أبيب؟ وعلى العقل العربي أن يتحرر من الموروث الناصري والموروث الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي. كل الكلام اللي قاله كلام صهيوني الذي غرس لمصالح سياسية بحتة ثقافة كراهية اليهود وإنكار حقهم التاريخي في المنطقة. أستغرب أن واحد عربي يتأثر بالدعاية الصهيونية والإسرائيلية إلى هذه الدرجة. ونعرف ما هي متطلباته حتى ننجح في مساعي مفاوضات السلام. يعني بدون أستدى على مخرج المقابلة، بدأ عبد الحميد وكأن الكاميرا أخذته من فوق وهو تحت، أو ربما شيء نفساني يجعلنا نراه هكذا. لاحظوا الرأس الشامخ للطفلة الفلسطينية عهد التميمي، شبت على مقاومة جيش الاحتلال حتى اعتقلها بالأمس. شاهدوا أيضا كيف رفع الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي رأسه برغم فرقة مدججة تعتقله وتحاصره وتسوقه إلى جهة مجهولة.